السلام عليكم اخوتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم كنكتب في هذا الخبر وانا ما مصدقش. البارح عشنا اكبر مسرحيه في القرن ال21. انا ما عمرني نصدق المنتخب يلعب بداك البرود اللي شفتو البارح. مهما كان المنتخب الفرنسي قوي ولكن راه ما درنا حتى مجهود. اللاعبين مستسلمين للامر الواقع. واش تلقاو شي تعليمات؟ واش كانوا عارفين راسهم خاسرين؟ واللي غادي يزيد يدخل الشك هو التصريح الناري اللي خرج به لاعب المنتخب الفرنسي وخلى بزاف ديال الناس ما فاهمين والو. تصريح خلى الجماهير المغربيه كطرح سؤال واحد: اش وقع بالضبط في هذه المقابله؟ ادريان رابيو خرج مباشره من بعد المباراه وقال بصراحه ما حسيناش باي تهديد حقيقي من المنتخب المغربي. هذه الجمله بوحدها شعلات مواقع التواصل الاجتماعي. علاش رابيو وصل لهذا الاستنتاج؟ صحيح فرنسا منتخب قوي وكان مرشح للفوز، ولكن اللي تابع المباراة لاحظ واحد الحاجة غريبة: المنتخب المغربي ما بانش بنفس الشخصية اللي تعودنا عليها. الهجمات كانت منعدمة لدرجة أول تسديدة للمرمى كانت من الناحي في الدقيقة 80. واش متيقنين هاد الشيء؟ عمرني في حياتي شفت المنتخب ما كيهددش مرمى الخصم لهاد الدرجة. كان واحد البرود ما مفهومش. وهنا بدات التساؤلات: واش فرنسا هي اللي منعات المغرب من اللعب؟ رابيو استغل هذا الشيء وقال باللي المنتخب الفرنسي كان مرتاح طيلة المباراة وباللي ما حسوش بأي ضغط حقيقي من طرف المنتخب المغربي. بطبيعة الحال هذا التصريح قسم الجماهير. كاين اللي قال أن رابيو وصف بشكل دقيق داكشي اللي شاف فوق أرضية الملعب، وكاين اللي اعتبر كلامه فيه تقليل من قيمة أسود الأطلس. لكن حاجة واحدة مؤكدة: كاين شي حاجة في الكواليس غادي تبان من هنا لقدام. اشنو بان لكم نتوما؟ واش كتشوفوا رابيو قال الحقيقة ولا فرنسا فقط كانت مسيطرة على الماتش وهذا هو العادي؟ خليوا لنا رأيكم. ديما مغرب.